قبل ما ابدا معاكم الحلقه انصحكم ما تفوتوش الحلقه دي بالذات لانها هتكون حلقه ناريه، حلقه ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي. هقول لكم فيها على توقعاتي لنتيجه مباراه النادي الاهلي والترجي والتشكيل المتوقع للنادي الاهلي امام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. هقول لكم كمان على تصريح امام عاشور قبل مباراه الترجي وتاريخ مواجهات النادي الاهلي والترجي التونسي. هقول لكم كمان على احصائيات مصطفى شوبير مع النادي الاهلي ومموش حارس مرمى الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. طبعا اول حاجة هتكلم عليها الاول التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، اتنين في الدفاع محمد عبد المنعم اساسي، في ريحه اتنين يا رام ربيعه يا محمود متولي. طبعا رام ربيعه مثبت اقدامه منذ اصابه ياسر ابراهيم، ومن ساعتها رام ربيعه هو اللي بيلعب، بس جاء مؤخرا محمود متولي ومؤدي اداء مع النادي الاهلي اداء عالمي، فطبعا اي واحد فيهم هيلعب في ريح محمد عبد المنعم، بس انا توقعاتي ان هو هينزل برامي ربيعه. طبعا وينج يمين محمد هاني مفيش اللي هو اساسا وينج يمين مع النادي الاهلي، معاه عمر كمال عبد الواحد بس طبعا ما هوش مقيد افريقيا. علي معلول ظهير ايسر، ثلاثة في خط الوسط مروان عطية، في ريحه اكرم توفيق اللي ثبت اقدامه في نص الملعب، ثبت اقدامه بطريقة يعني كبيرة جدا واداء عالمي من اكرم توفيق. طبعا قدامه امام عاشور يعني اللي المدرب بتاع الترجي التونسي يعني قال كلام كبير قوي على امام عاشور، ولقب امام عاشور ان هو قال عليه ان هو امام عاشور لاعب بروحين. فطبعا هيعمل حساب طبعا امام عاشور. وطبعا امام عاشور في هذه المباراه يعني عليه ضغوطات، مش عليه ضغوطات بقى، عليه امال كبيره من جماهير النادي الاهلي وانا واحد منهم. طبعا ثلاثي في الهجوم، بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام ابو علي في الهجوم ورأس حربة وحيد. طبعا بيرسي تاو ممكن يلعبه وممكن ينزل مكانه رضا سليم، اي واحد فيهم مش مشكله. الناحيه التانيه طبعا حسين الشحات، او ممكن يلعب بيرسي تاو والناحيه التانيه رضا سليم ويطلع حسين الشحات وينزله في الشوط التاني. فدي طبعا دي توقعات ان هو ينزل بيرسي تاو في الشوط الاول هو وحسين الشحات ووسام ابو علي في الهجوم. ده بالنسبة للتشكيل المتوقع للنادي الأهلي. تصريح إمام عاشور قبل مباراة الترجي التونسي. إمام عاشور قال: أنا نفسي من زمان أحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنا أول واحد في الملعب هلعب بروح علشان خاطر احقق بطولة دوري ابطال افريقيا، وانا نفسي بطولة زي ديت ان انا احققها. طبعا في لاعيبه في النادي الاهلي ما حققتش بطوله دوري ابطال افريقيا قبل كده، يعني مثلا زي امام عاشور زي رضا سليم زي وسام ابو علي، الثلاث لاعيبه دولت ما حققوش بطوله دوري ابطال افريقيا قبل كده، بخلاف لعيبه تانية في النادي الاهلي حققوها مره واثنين وثلاثه. فدي طبعا دي ميزه ان انت يكون عندك لعيبه في النادي الاهلي لسه ما حققتش البطوله ديت، عشان خاطر يبقى عندهم روح وينقلوا الروح ديت للاعيبه التانية، بعكس اللاعيبه اللي خدت بطوله واثنين وثلاثه بيبقى عندها اشباع من البطوله. فدي طبعا لما يكون عندك لعيبه ما خدتش البطوله دي قبل كده يدوا دافع للاعيبه اللي هي خدت البطوله قبل كده، فان شاء الله باذن الله الاهلي يحقق البطوله وياخد البطوله رقم 12 باذن الله. نروح بقى على تاريخ مواجهات النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي. النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي لعبوا قبل كده مع بعض 24 مباراة، النادي الأهلي فاز في 12 والترجي فاز في 4 واتعادلوا مع بعض 8 مباريات. هقول لكم بقى دلوقتي على مواجهات النادي الأهلي مع نادي الترجي التونسي ال 24 مباراة. أول مباراة معانا كانت سنة 1991، لعبوا مع بعض ماتشين، الذهاب 0-0 والعودة 0-0. 2001 الذهاب 0-0 والعودة 1-1. 2007 الذهاب 3-1 للأهلي والعودة 1-0 للترجي التونسي. 2010 الذهاب 2-1 للأهلي والعودة 1-0 للترجي التونسي. نروح على 2011 الذهاب 1-0 للترجي التونسي والعودة 1-1. نروح على سنة 2012 ودي البطولة ودي السنة اللي خد فيها النادي الأهلي
بطولة دوري أبطال أفريقيا من الترجي التونسي، وإن النادي الأهلي ملقب البطولة دي بالذات ببطولة الشهداء. طبعا ماتش الذهاب كان 1-1 هنا في القاهرة، وماتش العودة النادي الأهلي فاز على الترجي هناك في ملعب الترجي 2-1. والنادي الأهلي طبعا أخذ دوري أبطال بطولة دوري أبطال أفريقيا في هذا الموسم. نروح على سنة 2015. النادي الأهلي الذهاب 3-0 للنادي الأهلي، والعودة 1-0 للنادي الأهلي. 2017 الذهاب 2-2 والعودة 2-1 للنادي الأهلي. 2018 0-0 الذهاب والعودة 1-0 للنادي الأهلي. نروح بقى على سنة 2018، ودي السنة اللي الترجي التونسي أخذ فيها دوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي. ماتش الذهاب كان 3-1 هنا في القاهرة، رحنا ماتش العودة والترجي التونسي فاز 3-0 على النادي الأهلي وفاز بالبطولة. نروح بقى على سنة 2021. الذهاب كان 1-0 للنادي الأهلي والعودة 3-1 للنادي الأهلي. نروح على سنة 2023، السنة اللي فاتت اللي النادي الأهلي أخذ فيها اللقب، بس مش على حساب الترجي التونسي. ده النادي الأهلي خرج الترجي التونسي تقريبا في دور ربع النهائي، وفي الآخر كسبنا الوداد في النهائي. ماتش الذهاب كان 3-0 على أرض الترجي التونسي، الأهلي كسب الترجي التونسي 3-0 على أرضه. وماتش العودة 1-0 على أرض النادي الأهلي. دي تاريخ مواجهات النادي الأهلي والترجي التونسي زي ما قلت لكم، 24 مواجهة، النادي الأهلي فاز في 12، الترجي فاز في 4، واتعادلوا مع بعض 8 مباريات، ولكن وتواجهوا مع بعض بس في 2 في النهائي. واحدة في 2012 النادي الأهلي فاز فيها، وواحدة في 2018 والنادي الترجي فاز فيها، ودي النهائي الثالث ما بينهم. هنشوف مين اللي هيتفوق على التاني بعدد ان هو ياخد البطولة على حسب الفريق المنافس. نروح بقى على آخر حاجة معانا خالص، إحصائيات مصطفى شوبير ومموش. إحصائيات مصطفى شوبير ان هو لعب مع النادي الاهلي 7 مباريات هذا الموسم في دوري ابطال افريقيا، ودخل مرماه هدف واحد وتصدى ل 24 تسديدة. اما مموش حارس مرمى الترجي التونسي فلعب 8 مباريات مع الترجي التونسي ودخل مرماه هدف واحد، مع العلم ان مصطفى شوبير عنده 24 سنة وحارس الترجي التونسي مموش عنده 20 سنة فقط لا غير. وبكده اكون خلصت معاكم الفيديو النهارده. اتمنى من اي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك، اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. والسلام. ختام.